السلام عليكم زويناتي. اليوم غنهضروا على موضوع كاين في كل دار وكاين بزاف اللي كيسكتوا عليه، ولكن خاصو يتقال. راجل مشى للمهجر وخلى مرا وولاد، ولكن ما خلى حتى شي حاجه من وراه، لا سرفه لا اهتمام، غير تليفون. والمشكل الكبير كيحسب راسو راه داير اللي عليه، حيت كيعيط لولادو في التليفون. تتلقاه كيعيط: واش قريتي؟ سمعتي لامك؟ وانتي كتشوفي في الكارطابل خاوي. الولد محتاج مصروف وهو محتاج غير واي فاي باش يعيط. هو تما داير ستوري، قهوة، خدمة، صحاب، وانتي هنا يا ربي دبر عليا في هاد النار. وزيد عليها كيولي باغي يدير فيها الأب الصارم، وهو ما عارف حتى شنو واقع في دارو. شوفوا، الهجرة ماشي هي المشكل. كاين رجال في الغربة ولكن واقفين مع عيالاتهم وولادهم، كيصيفطوا، كيسولوا، كيتابعوا. وكاينين اللي اختاروا الطريق الساهل، الهضرة بلا أفعال. الأبوة ماشي مكالمة، ماشي غير آلو وخلاص. الأبوة حضور حتى إلا كنتي بعيد. المرأة كتلقى راسها معلقة، لا هي مطلقة باش تعاود حياتها، لا هي مزوجة عايشة مع راجلها. كتعيش الانتظار، وأسوأ حاجة في الحياة هي الانتظار بلا أمل. كتكبر، كتضيع سنوات وهي كتسنى واحد يمكن حتى ما باغيش يرجع. والولاد كيكبروا غير بصوت في التليفون، كيحتاجوا حضن، كيحتاجوا أب فعلا، ماشي غير واحد كيعيط ويسولهم على النقطة. وكيجي نهار الولد كيبرد وما كيبقاش حتى باغي يجاوب. وغادي نقولها بصراحة، إلا ما قادش الواحد يتحمل المسؤولية علاش يتزوج؟ المرأة ماشي تجربة ولا شي مرحلة تدوز وتخليها معلقة. الرجولة ماشي في الغربة، الرجولة في المواقف. تكون بعيد ولكن حاضر خير من تكون حاضر غير في التليفون. وانتي إلا كنتي عايشة هاد الوضع، ما تضيعش حياتك في الانتظار، راه انتي كتستاهلي تعيشي. وقولوا لي في الكومنتار، واش كاينين هاد الحالات ولا غير أنا اللي كنشوف؟